ويا صباح الفل على احلى ناس عودة جديدة مع اليوتيوبر اللبناني جيمي عبدو. هلا هلا جيمي. هلا فيك. هلا. هلا. طيب يا جماعة احنا فين؟ طبعا احنا في المانيا. جيمي صديقي معاه شنجن. قلت له جيمي انا قاعد في فرانكفورت، ما تيجي المانيا نعمل نبرم مع بعض. قال لي فجأة فاجئني صراحة ان هو قال لي انا حجزت تيكت وجاي. فمنور يا جيمي. حبيب القلب. طيب احنا بنعمل ايه؟ احنا دلوقتي رايحين السوبر ماركت عشان احنا ماشيين جوه بارك كده، واخر البارك دي هنطلع على السوبر ماركت. يعني ده منظر جوه الغابة. هي المنطقة كلها البيوت كده. معانا برضو ده عشان في السوبر ماركت انت لما بتخلص ما بتاخدش الحاجه في اكياس زي ما عندنا بنعمل يعني. لا، انت المفروض بتشتري الحاجات دي. فانا اوريدي عندي حاجات كتير منها، فبتاخدها معاك عشان تلم اغراضك فيها، او تحط الحاجه اللي انت هتشتري فيها على طول من غير ما تجيب شنط تانية وتدفع حقها يعني. وصلنا هنا على السوبر ماركت. السوبر ماركت ده اسمه ريفا. ده من اكتر السوبر ماركتس اللي بتبيع معظم المنتجات، بس بتبقى غاليه شويه عن سوبر ماركت ثانيه، لان هو بيبيع الحاجات البيست كواليتي، وهو الكواليتي بتاعته كويسه، فبس بيبيع حاجات اغلى من الحاجات التانيه شويه، بس برضه بيعمل اسعار، يعني بيعمل عروض حلوه، ديسكاونت. واغلى دي مش معناها ان السماء والارض يعني هنا ممكن تلاقي حاجات فارقه عن حاجات تانيه مش كتير قوي. فاهم قصدي؟ فتعالوا بقى نشوف الاسعار هنا هتبقى عامله ازاي من الاخر كده. لو انت قاعد هنا، لو انت عايش وعايز تجيب طلباتك اسبوعيا، هتكلفك قد ايه؟ هنعرف بقى في الفيديو ده. غيفا سنتا، جيمي عبدو. لا، وجيمي ماشي ايه، ماشي الماني مش لبناني، داخل بمنتهى الثقه، يعني اللي هو ايه، عارف هو داخل هيجيب ايه وعامل هيعمل ايه. خش يا جيمي. ايوه شاطر، برافو عليك. يلا خش. انا اوريكم. وبرده من الحاجات هنا الغاليه شويه الخضار يعتبر مش رخيص. بمعنى الخس مثلا، ده الخصايه دي عامله مثلا يورو 29 سنت. تمام. ايه كمان مثلا الطماطم، هوريكم الطماطم عامله كام دلوقتي. البطاطس مثلا، البطاطس عامله 2 يورو 39 سنت. 2 يورو 39 سنت. 2 يورو 39 سنت ده الايه ده 2 كيلو، مش الكيلو عامل يورو 20 سنت. من الحاجات برضو غالية هنا الفلفل عامل يورو 99 سنت. فلفل حراق عامل 9 يورو 90 سنت. الخيار هنا عليه، هنا بيبيعوا اللي هي الحاجة اللي عاملة زي القتة، مش الخيار، دي بنص سنت. انا بجيب الخيار دي بتقعد معايا اسبوع صراحة، يعني واحدة من دي بتقعد معايا اسبوع. بصوا الطماطم اهي بقى، الطماطم عاملة 3 يورو، كيلو عامل 3 يورو. في الطماطم دي، وفي الطماطم دي عاملة الكيلو عامل 2 يورو 79 سنت. انا بالنسبة لي من اغلى الخضار هي الطماطم هنا الصراحة. بس الخضار يعتبر برضو لو انت عايز تجيب خضار كتير هيبقى يعني هتدفع رقم شويه في الخضار. الفلفل الاخضر عامل 5 يورو مثلا، الفلفل الاخضر والالواني. بصوا العيش هنا مش غالي، لان هم يعتبروا البلد بتاعه العيش اصلا. فمثلا التوست ممكن يبقى عامل يورو 29 سنت. التوست ده مثلا عامل يورو 79 سنت. وغير بقى التوست، هم بيعملوا عيش تحفه، طعمه حلو جدا جدا جدا، اللي هو ده، العيش ده، وعامل 19 سنت. ده تحفه، لو جبته وخزنته في الفريزر ده بيبقى عيش تحفه جدا، اللي ب 19 سنت واللي ب 39 سنت ده. العيش ده تحفه،
برضو من ضمن الحاجات دي بالنسبه للرز، الرز ده بيبقى جاهز على طول، تدخله الميكرويف يستوي على طول ب 2 يورو 29 سنت. الرز ده عامل قد ايه؟ الرز ده تقريبا 250 جرام، عامل 2 يورو 29 سنت. ده طبعا اغلى شويه من الرز العادي. انا عايز اوريكم دلوقتي الرز العادي هيبقى عامل كام. دي بقى جميع انواع الصوصز والبهارات والشوربه اللي بتتعمل، واسعارها كلها ممكن تتراوح من يورو، وفي حاجات تبقى عليها اوفر 79 سنت، 79 سنت، 99 سنت. اكياس كلها الحاجات اللي هي شوربه، بشاميل، خلطه، فراخ، كل الحاجات دي عامله حوالي يورو، يورو 9 سنت. قسم المكرونه، المكرونه برضو عامله يورو و90 سنت، وممكن تلاقي ارخص برضو، هوريكم دلوقتي. يورو 89 اهي. ممكن تلاقي مكرونه، لا مش دي، لا مفيش الارخص، في حاجات بتبقى اقل من كده، اقل من يورو 89 ممكن تلاقي حاجه عامله 99 سنت، بس مش لاقيها دلوقتي. بس برضو مكرونه من الحاجات الكويسه والرخيصه طبعا هنا. والملح عامل 89 سنت. انا هقول لكم في الاخر انا بجيب الطلبات بكام، يعني انا بوريكم الحاجات بتاعت الاسعار عامله كام. يورو 59 سنت. ده الدقيق، دقيق ابيض. وفي الاخر هقول لكم برضو الافريج اللي انت ممكن تجيبه في الاسبوع تبقى عامله الحاجه عامله كام. كل ده اغلى شويه 2 يورو. الصلصه دي نازل عليها اوفر برضو، عامله يورو 59 سنت، الصلصه العاديه. ودي كلها صوصز وبهارات برضو، عامله من 2 يورو 3 يورو. الصوصز والحاجات هنا برضو مش رخيصه قوي، بس في طبعا حاجات رخيصه، يعني في حاجات ممكن تلاقيها عامله 99 سنت. السراتشي لو انت تحب السراتشي عامل 3 يورو 39 سنت. عدي الزيت بس والله نازل اوفر عليه ب 6 يورو زيت الزيتون. هو عاده زيت الزيتون ممكن يوصل 7 يورو 8 يورو. وفين برضو زيت عباد الشمس، عايز اوريلكم لان هم هنا عندهم كميه زيوت كتيره، بس انا بجيب عاده الزيت ده، وبجيب زيت عباد الشمس العادي خالص. اهو الزيت ده وعامل 3 يورو. ده الزيت بتاع عباد الشمس ده، ولا اللي هو الزيت الطبيعي يعني بنجيبه. وفي زيت ذره ممكن يبقى عامل حوالي 4 يورو برضه. طيب ده قسم الفراخ واللحمه. انا الصراحه مش بشتري اللحمه والفراخ من ريفا، عشان انا بشتريها من محل تركي، عشان بجيب الحاجه كلها اللحمه والفراخ الحلال. بس انا هقول لكم برضو الاسعار، لان هي بتبقى متقاربه تقريبا بنفس الاسعار اللي هنا. تمام. فمثلا الفراخ عندكم اهي، الفراخ ثانيه واحده، فرخه كامله مثلا ممكن تبقى عامله 5 يورو 85 سنت. دي الفرخه الكامله عامله 5 يورو 85 سنت. تمام. صدور الفراخ اهي بتبقى عامله حوالي زي دي كده، اللي في قدام عامله حوالي 6 يورو. بس 6 يورو ده الصراحه غالي شويه، لان ده 600 جرام مش كيلو. كيلو عامل هنا 10 يورو. ممكن تجيبها في المحل التركي الكيلو فراخ بتبقى عامله حوالي 8 يورو. في ايه كمان؟ في كمان ممكن تلاقي الفراخ المتبله دي، الفراخ المتبله دي ممكن تبقى عامله اهي، ده 300 جرام عامله 4 يورو. 300 جرام الكيلو عامل 11 يورو الفراخ المتبله. هنا الفراخ اغلى شويه من الفراخ من عند مثلا التركي ولا حاجه. لو جبت حاجه من عند التركي هتبقى عامله 8 يورو مش 11 يورو. بالنسبه للحمه دي، اللحمه المفرومه عامله 7 يورو، بس ده ال 400 جرام مش الكيلو. في المحل التركي الكيلو بيبقى عامل 8 يورو، اللحمه اللي هي البقري مش الخروف. برضو لو هنجيب مثلا قطع لحمه، كان في هنا برضو حاجه ممكن نقارن بيها، في اللي هي بتبقى لحمه بقري ايوه اهي اللحمه البقري القطعه دي، ده 320 جرام عاملين عاملين كام؟ ثانيه واحده اشوف لكم عاملين كام. ده نازل عليها 30% خصم. عاملين الكيلو عامل 18 يورو دوت، عامل 18 يورو. دول عاملين 6 يورو ال 320 جرام. لو رحنا عند المحل التركي
هتلاقي ان كيلو اللحمه عامل 9 يورو. لا هو كده محل تركي ارخص من هنا خالص يا جماعه. انا بقول لكم هو هنا غالي شويه، بس البرودكتس بتاعته هنا نظيفه جدا الصراحه يعني. الجبن في هنا انواع واشكال كتير من الجبن، بس الجبنه التشيدر العاديه اللي احنا بناكلها في مصر طبعا هنا مفيش حاجه اسمها جبنه رومي، بتبقى عامله في حدود من 2 يورو 89 سنت ل 3 يورو 49 سنت، ودي ممكن تكفيك لو انت قاعد لوحدك هنا، ممكن تكفيك اسبوع كل يوم تاكل منها، وانت لو انت بتنزل تفطر يعني ولا حاجه. برضو الموتزاريلا يا جماعه بتبقى عامله 2 يورو 89، وفي حاجات بتبقى عامله عليها اوفر بيورو 79. والجبنه الموتزاريلا دي خطيره يا جماعه، دي جبنه موتزاريلا قطع عامله 99 سنت، دي انا بحبها جدا جدا جدا. الفرايتيز هنا كتيره جدا 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 في البرودكتس بتاعه السوبر ماركت. وملخص بقى الاسعار اللي انا وريتها لكم دي، لو انت شخص قاعد لوحده هنا، اكلك وشربك فراخ ولحمه وبحاجات حلوه وبكل حاجه هيكلفك حوالي ما بين حوالي من 200 ل 250 يورو شهريا طلبات بيتك. تمام. وهنا الميزه زي ما قلت لكم ان الحاجات متنوعه وكتيره جدا، وفي اشكال والوان من كل حاجه وكذا شركه. هنا سوق متنافس كبير يعني. تمام.